عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. الحمد لله أن وفقنا أن جئنا في هذا التوقيت إلى هذا المكان في الوقت الذي ينشغل العالم أجمع بتغذية الأجساد وبتمتع الأجساد في الحرام، فجئنا خلف إمامنا وأخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد جبريل لا نمتع الأجساد في الحرام وإنما نمتع الأرواح في الحلال. وأنا أريد أن أسأل سؤالا وأجيب عليه: هل الذين يخرجون من نزوة إلى نزوة ومن معصية إلى معصية ومن فساد إلى فساد بالفعل يستمتعون؟ أجابنا القرآن الكريم بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالقرآن الكريم علمنا أن المتعة الحقيقية التي يستمتع بها الإنسان إنما تكون فيما أباح الله وليس فيما حرم الله. العلاقة بين الرجل والمرأة هي شهوة تكون في حرام، نعم تكون في حرام، وإنما في الحرام تكون متعة غرور. وهكذا علمنا القرآن الكريم قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متعة غرور يعني متعة وهمية، متعة غرور يعني متعة مؤقتة يعقبها عذاب مبين عظيم في الدنيا والآخرة. وأشبه هذا بالذي والعياذ بالله عنده مرض جلدي، فهو يخرج في هذا التوقيت ربما يستشعر بنشوة، ولكن بعد ذلك يستشعر بألم. كذلك من يقضي وطنه في حرام فهو نعم يستشعر بنشوة، ولكن بعد ذلك يستشعر بألم شديد. الله تبارك وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما الذي يستمتع بالمباحات، وما أكثر المباحات، وأنا أتعجب من الذين تركوا الحلال إلى الحرام، لأن مساحة الحلال مساحة شاسعة. أنا أشبهها دائما بمساحة الكرة الأرضية. الأصل في الأشياء الإباحة، إذا فأينما مشيت على وجه الكرة الأرضية أنت في حلال، وإنما مساحة الحرام مساحة ضيقة نسبة إلى مساحة الحلال كنسبة مساحة الكرة الأرضية. بناء على هذه الغرفة أو هذا المكان، المسجد أو المصلى الذي نصلي فيه، النسبة كبيرة. فلماذا يتحول الناس من المساحة الواسعة، المساحة الحلال، المساحة الممتعة في طاعة الله، إلى المساحة الضيقة، إلى المساحة الضنك، إلى المساحة التي كلها شقاء وعذاب؟ عندئذ يكون الانسعاف دائما ليس كيسا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ومن هنا الله تبارك وتعالى عندما تحدث عن المحرمات قال: قل تعالوا. الشيخ شعراوي رحمه الله كان يقول: تعالوا بمعنى اقتربوا، يقتربوا من الله
حتى تستخدم هذه المساحة الضيقة الضنك. وتعالوا بمعنى ارتفعوا، ارتفعوا عن هذا المكان الضنك، ارتفعوا عن هذه المساحة الضيقة، ارتفعوا على الشقاء. أحبابي، الله تبارك وتعالى عندما شرع لنا الحلال والحرام ما شرع لنا، ما كتب علينا الحرام لنشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما الله تعالى عندما شرع لنا الحلال والحرام شرع لنا الحلال والحرام لنعيش عيشة هنية، عيشة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في هذه الليلة حفلة واحدة كما أعلن عنها اليوم في الأهرام، فيه 12 فنان يتقاضون 12 مليون جنيه، حفلة واحدة. أقول هذه الأموال التي تنفق وهذه الجموع التي تحشد، لماذا؟ هذا جو ينذر بشر وليس بخير. حد يقول لي العالم كله في حفلات والعالم كله متقدم والعالم كله، أقول ليس في العالم الغير مسلم من يحشدون الناس لفريق عبارة عن 11 أو 22 لاعب يجروا خلف كرة دون أن يحشدوا الناس إلى الجد وإلى العلم وإلى المعرفة وإلى الإنتاج. في كثير من المجتمعات هناك توازن، هناك من يحشد إلى الرذيلة، نعم، هناك من يحشد إلى المترفات، نعم، لكن في نفس الوقت هناك من يحشد إلى المعرفة، هناك من يحشد إلى الإنتاج، هناك من يحشد إلى العمل وإلى الجد. كون أننا أصبح الجو العام الآن للأسف الشديد مفعم بحشد الناس، وأقول مع سبق الإصرار والترصد البعض للأسف الشديد يحشد الشباب ويحشد الناس إلى ندواتهم، سواء ندوات جنسية أو ندوات في أي ندوة كانت، مع سبق الإصرار والترصد لابتزاز أموال المسلمين. المفترض أن يحشد الشباب للقضايا الكبرى كما حشد الناس قبل ذلك لحرب أكتوبر 73، كما حشد الناس قبل ذلك نصرة كلمة لا إله إلا الله، كما حشد الناس قبل ذلك للإنتاج والعمل وللتفوق. الجو العام النهارده حشد كامل خلف المترفات في الوقت الذي تتلاشى فيه الأعمال والإنتاج. هذا أمر يذهب بالشر، وده بيخلينا إن احنا نتراجع عن ماذا؟ نتراجع عن الشرف وعن الكرامة، ونتراجع عن القوة. هناك في القوانين التي تحكم الشعوب والمجتمعات ما يسمى بالسقوط الحضاري. ايه السقوط الحضاري؟ الله تعالى علمنا في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول إيه؟ فدمرناها تدميرا. كان زمان الأمم السابقة كما علمنا القرآن الكريم أنها إذا وصلت إلى درجة معينة من الترف أي استمت بالمترفات دون الحاجيات والضروريات أذن الله بهلاكها، كما حدث لقوم لوط وقوم عاد وقوم صالح وفرعون إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن عذاب الخسف رفع عن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقي السقوط الحضاري أن تتقدم وأن تتأخر أن تضعف وأن تقوى فأصبح اليوم مسلمون متخلفون، أصبحوا مستضعفون. لماذا؟ لأن حشدوا إلى المترفات حشدا، لأنهم
الواجبات والفرائض، لأنهم نعم يصلون ولكن لا يعملون، نعم يعبدون ولكن في أخلاقهم سيئون. ذلك كان القانون الإلهي هنا التخلف اللي هو السقوط الحضاري. إذا ونظرنا في الواقع نظرة سنجد